والله العظيم ثلاثة، الكنافة دي لو كان ليها لسان ولا لو كان ليها مناخير كانت شخرت لكم كلكم على اللي انتوا بتعملوه فيها كل سنة ده. محمود حودة، طب ما تعيطش يا حبيبي. طب يا جماعة أهلا بيكم في تاني حلقة من حلقات هم يضحك في رمضان. بنصور الصبح عشان خاطر نحاول إن احنا نحافظ أكتر على ضبط النفس، لكن مع تصويرنا الصبح برضو محافظين على رمضان فايبس. ورا اهو برضو زي ما احنا شايفين الفانوس منور اهو. وبمناسبة بقى كلمة رمضان فايبس دي، احنا الكلمة دي طلعت لنا مثلا من حوالي 3 4 سنين كده، ومن ساعة ما الكلمة دي طلعت واحنا ما شفناش خير أبدا. ليه بقى؟ لأن أنت عندك رمضان زمان كان بسيط بصراحة، رمضان كان أبسط من كده بكتير. دلوقتي احنا حبينا نفخمها قوي، فكل ما بنيجي نفخم في حاجه كل ما بنحاول نخليها تبقى صعب بسبوسه بالطرش. يعني مثلا زمان قبل الفطار كده بحوالي نص ساعه ولا بتاع، كنت تفتح التلفزيون تلاقي القران شغال وبتاع، ابوك بينكش على مشكله عايز يطلع من امك وبتاع، وامك بتصرخ جوه في المطبخ ان محدش بيساعدها وانها ما خلفتش رجاله وبتاع، والدنيا كانت بتمشي عبال ما عبال ما تفطر. دلوقتي بقى الموضوع مختلف بقى تمام. القران بقى يا دوبك مدته مثلا بتاع 3 4 5 دقائق تمام. بعديها بتلاقي شركه العجل تتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا، شركه اولويز تتمنى لكم صوما مقبولا وتسريبا شهيا. ما خلاص عرفنا ان كل الشركات دي بتتمنى لنا صوما مقبولا وافطارا شهيا، كلها ورا بعض ورا بعض ورا بعض. انا نفسي اصلا اوصل لمرحله بقى الافطار الشهي، لان كلها انا قاعد بقالي تلت ساعه قاعد عمال بتفرج على اعلانات بتقول ان شركه فلان الفلان، شركه العجل، شركه الكلب، شركه بتتمنى لنا صوما مقبولا وافطارا شهيا. طيب الفطار حلو قوي. انا دلوقتي يا جماعه عايز، زهقت من الفطار في البيت، حابب اخد اسرتي، حابب اخد مراتي، حابب اخد خطيبتي، حابب اخد صحابي وهنفطر بره. طيب جرب بقى كده تحجز في مطعم من المطاعم المشهور، فيلا هنكلم المطعم ونحجز. فبقول له لو سمحت انا عايز حضرتك ترابيزه، انا بكلمهم يوم 5 رمضان، لو سمحت عايز ترابيزه يوم مثلا 17 رمضان ولا حاجه، الترابيزه لاربع افراد. فليه حضرتك قصدك رمضان 2024؟ ايوه انا، ما هو انا بكلمك منين؟ لا حضرتك في رمضان 2024 يا دوبك تحجز رمضان 2026، لكن الناس اللي كانت عايزه في رمضان السنه اللي احنا فيها دي حضرتك حجزوا من سنه الكورونا. ولو ربنا وفقك هيبتدي يطلب منك طلب غريب قوي، هيقول لك معلش بس ممكن حضرتك تقولي الاوردر دلوقتي، يعني اقول لحضرتك الاوردر قبلها ب 25 يوم. والله معلش بس عشان خاطر نلحق نحضر الاوردر. تلحق تحضره ايه يعني؟ انت هتبتدي لسه هتكبر في العجل اللي انت هتذبحه؟ ما ده مش طبيعي. طب ماشي يا سيدي، انا مقدور عليا، هطلب الحاجات اللي بحبها. الناس اللي جايه اقعد بقى اروح اسال كل واحد، والنبي يا عموره خد البورتال جن ده ارجع لي كده بقى بالزمن واطلع لي بقى كده بالتايم ماشين، روح لي بقى كده اليوم 26 شوف لي انت حابب تاكل ايه اليوم ده. ما ايه الهبل ده؟ وانا مقدر حقيقي ان دلوقتي العيشه بقت غاليه والاكل بقى غالي وكل حاجه بقت غاليه، بس دلوقتي عشان خاطر انت كفرد تطلع تروح تفطر في مكان ما، انت بتبقى محضر في جيبك كفرد الواحد مينيمم من 1500 ل 2000 جنيه، ده لو انت فرد واحد. لو انت بقى ناوي تعزم حد فانت هتروح بقى تدفع بفاليو، انت كده مش هتعرف تدفع بقى مرتبك وفلوسك اللي في جيبك مش هتعرف تدفع بيها، فانت تدفع فاليو تقسط بقى ايه العزومه بتاعت شهر رمضان اللي انت عزمت فيها حد. وبعدين ما عنديش مشكله تدفع حاجه غاليه في حاجه كويسه، قيمه مقابل سعر، لكن حتى حضرتك حاطط لي شويه ورق عنب وحته لحمه. ما هو الورق عنب ده انت ايه يعني؟ ملفوف على فخاد البنات العذاره. حته اللحمه اللي حضرتك حاططها لي دي مقشوطه من فخده كيم كارديشيان. ما هو برضه يا جدعان ما احنا برضه ناقل الكلام. طيب خلاص يا عم، انا مش هفطر في بره وهقعد اتايل افطر في البيت واصلي صلاه التراويح وبتاع، وهقعد في البيت كده ايه استمتع باجواء رمضان. مش هتعرف تستمتع باجواء رمضان. ليه؟ لان زمان العيال الصغيره كانت بتعمل ايه؟ كانت تروح تصلي التراويح، وانت خلص صلاه التراويح يا دوبك بتبقى مفرقع لها صاروخين، كام بومبه على توليع اللي هو السلك المواعين، لحد ما يمسك في شعر عيل من العيال او يخرم له تيشيرت من التيشيرتات وبتاع، لحد ما امك تقوم واكلك قلمين وخلاص والموضوع بيخلص على كده. وبعدها يومين بتبدا عيد الكره لحد ما عيل تاني هو اللي يمسك السلك في شعره، وهكذا 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 لحد ما شهر رمضان بيخلص ان شاء الله. دلوقتي العيال بقت عامله اختراع، مش اختراع، ده ريال لايف ببجي. العيال جايبه ماسوره سباكه قد كده وحاطين فيها بيروسول من ورا، ومش عارف بقى زلط ولا في بارود، انا مش فاهم بجد يعني اللي عمل البتاعه دي كتاب القسام. يعني انا مش مين اللي عمل دي؟ هل اللي عمل البتاعه دي تنظيم القاعده؟ ما هو انا مش فاهم. وطول ما انت قاعد في البيت دي العيال الصغيره اللي عندها 8 و9 سنين. العيال بقى اللي اكبر من كده شويه هم في مكانين، يا اما في سيركل كي قاعدين بيشربوا سجاير وبيشربوا ايكوس وبتاع مع البنات، يا اما الباقيين بيتخانقوا في بيفرلي هيلز او بالم هيلز.
فين يا جماعه؟ فين لعب الكوره بعد الفطار؟ فين الحاجات دي؟ فين الاجواء العاديه؟ فين الاجواء الطبيعيه؟ ليه لازم بقينا نعمل حاجات اكستريم؟ ومعلش يا جماعه قولوا لي بس، هو ايه موضوع التنت ده بقى؟ يعني مفهوم الخيمه الرمضانيه قشطه معروف من زمان، اللي هو انت خيمه رمضانيه بتروح انت والاسره الكريمه وبتاع، بيبقى في شو مثلا معمول، في تنوره، الساحر الشريف موجود، يوزعوا شويه هدايا على الاطفال، مش عارف ايه، ويحطوا لك شويه اكل مش احسن حاجه في الحياه، بس تمام. ايه بقى موضوع التنت بقى بتاع دلوقتي بتاع الايام دي؟ وبعدين ليه كل البنات بقت شبه بعض؟ دلوقتي سؤالي للبنات، هل انت لو خرجتي في شهر رمضان من غير اللي هي البتاع اللي هي العبايه المفتوحه دي اللي هو مسمينها كفتان بالوانها بقى المختلفه باشكالها المختلفه، هل خروجتك في رمضان مش هتتحسب؟ هل مش هتتبسطي؟ ما هو انا عايز افهم ليه البنات كلها بقت لابسه كفتان وكل الصور بتاعتهم رمضان فايبس؟ ما هو انا برضو عايز افهم يا جماعه. وليه التنت دلوقتي بقت انت بتروح تدفع في التنت دي من 2500 ل 3000 جنيه عشان خاطر تقعد جايب لك محمود الليثي وجايب لك رقاصه وشويه فول قد كده مسميهم بينز وشويه طعميه مسميهم ستافد فلافل وكيري فلافل وتدفع 3000 جنيه؟ طب ما تفتح كايرو جاز. يعني هي جت يعني على ازازه البيره وشوت الجاك دانيالز هم اللي خلاص يعني هم اللي حرام يعني؟ لا، هو اللي حرام بجد ان اروح ادفع 3000 جنيه عشان خاطر كل شويه طعميه محشيه. ما ده بجد اللي حرام. لو انت بقى عايز تحلي في رمضان الايام دي فالتحليه هم كبير قوي. يعني زمان الحلويات كان بيتقال لك يا باشا ب1000 هنا وشفا على قلبك. ايه اللي وصل حلويات ل 2000 جنيه؟ ما انا عايز افهم. يعني هو الكلام بقى بفلوس؟ هل الكلام دلوقتي فعلا بقى بفلوس؟ والله العظيم 3 الكنافه دي لو كان ليها لسان ولا لو كان ليها مناخير كان شخرت لكم كلكم على اللي انتوا بتعملوه فيها كل سنه ده. الكنافه في الاول كانت يا دوبك هي كنافه عاديه جدا بيتحط عليها اللي هو السيرب اللي هو العسل ده، ويوم ما كنا بنتمعظم قوي كنت بتحط عليها يا اما قشطه يا اما كريمه العادي البيزك. جينا في سنه من السنين حطينا عليها كنافه بالمانجا، قال لك تحفه وطلعت فعلا حلوه قوي. السنه اللي بعدها لا ريد فيلفت، لا السنه اللي بعدها احنا هنحط عليها بيستاشيو، لا احنا السنه اللي بعديها هنقوم عاملينها نحط عليها ملوخيه فتبقى لونها اخضر، السنه اللي بعدها هنحط عليها شويه هو في ايه؟ السنه دي عاملين هرم من الكنافه. ايه هرم الكنافه ده؟ يعني ما احنا السنه اللي بعدها بقى هنعمل تمثال للكنافه وهنبدا نعبده ونلحسه. ده هبل. كل مره بنقعد نستهبل في شهر رمضان ويحصل حاجات اغرب من اللي قبلها. الاول كانت صوابع زينب اللي هي برغيه الست اللي هي مش عارف البقلاوه، قال لك لا زينب وبرغيه ايه الاسامي البلدي بنت المره، لا احنا سميها لنا جيجي فينجرز، صوابع جيجي. وبدل ما تبقى في العسل او اللي هو السيرب بتاع العسل ده احنا هندبها في نوتيلا. ليه؟ عشان احنا لازم نعمل افشخانات. وبعدين ايه كميه الناس اللي بتعمل ريفيوهات على الحلويات دي بجد؟ الناس كلها متوزع عليها كنافات وبتاع وحلويات. طب ما انا ما خدتش. وبرده ايه الاسامي الغريبه اللي انتم مسميينها لانواع الحلويات؟ يعني الطسطوزه والطسطوسه والمدلعه والاسامي الغريبه دي. يعني اخويا من كام يوم بيتخانق مع مطعم من المطاعم اللي هو اللي تقريبا منتشر جدا في مصر، مفيش زقر في مصر مش عامل البتاع ده. المطعم ده يا جماعه برضه عشان خاطر ايه نتكلم كده وقولوا لي برضه اذا كنتوا انتوا يعني خدتوا التجربه دي ولا لا. المطعم ده هو معتمد على ان المكان الزحمه الناس الكتير بتروح له، فيعمل ايه عشان خاطر الزحمه؟ يبتدي بقى يعطلك ليك وان هو ان انت داخل ده مش هو اصلا مش هيعمل حاجه. هو يروح يجيب الكنافه ولا البتاع اللي حاطط عليه اللبن كيلو بتاع ده اللبن مغشوش ده هيجيبه لك من التلاجة ويديهولك. يا اخويا قاعد عمال بقى متعصب وفين الطسطوسه؟ طسطوستي فين؟ انا قايل لهم انا هدخل هو خلاك تافه. هو خلاكوا تافهين. الاسامي اللي بيسموها دي حتى ما بقاش مخليك عارف تتخانق. انت ما بقتش عارف تتخانق فين. يعني فين الكنافه بتاعتي؟ تتخانق من الاول من زمان فين الكنافه. لكن دلوقتي لا انت بتتخانق على الطسطوسه وعلى الطسطوزه. انا فين المدلعه؟ انا ما جاتليش المدلعه. انا كل يوم باجي هنا اطلب المدلعه لكن انتوا كل مره بتاخروها عليا. ما بقتش عارف تتخانق. وبرده من الحاجات اللي احنا عمالين بنفخمها ونكبرها في رمضان وبتاع، قال لك البنات دلوقتي عايزين حاجه اسمها بوكس رمضان. انا كنت فاكر ان بوكس رمضان ده اللي هو شنطه رمضان اللي هو هنحط بقى فيها سكر وزيت وبتاع والكلام ده كله. والايام دي الدنيا بقت صعبه اصلا في السكر والزيت وشويه عدس وشويه مكرونه وبتاع، بس خلاص طالما البت عايزاها فخلاص اجيبها لها. قال لك لا بوكس رمضان السنه دي مختلف. لا بوكس رمضان ده بيتحط فيه بقى ايه يميش وقراصيا وبندق وفستق ومش عارف ايه وبتاع وملفوف وحاجات زي كده. مصايب كل مره مصايب. البنات بتقعد تخترع لنا مصايب كده معينه لازم تجيبها عشان خاطر هي تصورها وتحطها على الستوري عندها. طب ما يا جماعه احنا اليميش ده احنا بقالنا من بعد الكورونا احنا ما شفناش اليميش. احنا بقالنا حبه حلوين بنسلم على اليميش ده من بعيد كام سنه. هو نشوفك ان شاء الله لو ربنا كرم ودخلت الجنه ان شاء الله باذن الله ايه انا ابقى نشوف الموضوع اليميش ده. ايه يا جماعه الطلبات الغريبه دي؟ شفت انا بقى كمان فيديو كده من كام يوم على تيك توك. عارفين يا جماعه الكونسبت بتاع مطعم لبش؟ طب ماشي اللي مش عارف مطعم لبش ده بيبقى عامل ازاي؟ هو بيبقى ترابيزه بيقوم فارد لك عليها زي ورقه لونها بني كده ومفيش بقى الا اطباق
ولا معالق ولا شوك ولا اي حاجه. هو بيقوم جايب ماسك لك الاكل، راميهولك، رامي لك البطاطس، رامي لك الفراخ، رامي لك البرجر على الارض كده، وانت بقى تقعد تاكل، تقعد فاهم تاكل زي البوبي كده وخلاص. هو ده بقى لك. قال لك دلوقتي في مكان بيعمل سحور نفس الموضوع ده برضو، يقوم فارد لك البتاع دي، يقوم رامي لك عليها بقى ايه، بس بيرمي لك خلاص بقى المره دي احنا هنعمل سحور، يقوم رامي لك عليها شويه بطاطس وشويه طعميه وشويه بتنجان، وانت بقى اعمل لنفسك ايه سندوتشات. طيب يا جماعه السحور ده بكام ولا الحاجات دي بكام؟ انت بتدفع مينيمم 500 600 جنيه في شويه بطاطس وشويه طعميه وشويه فول. ما ايه الهبل ده؟ بس اهم حاجه لازم يقول يا جماعه ورمضان فايبس ومش عارف ايه والاكل حلو قوي والاكل تحفه قوي. ايه يا جدعان؟ هو في يا جدعان احنا ليه مفخمينها وحياة ابوكم؟ والله العظيم ثلاثه كتر التفخيم ده بقى بيقلل حته ان انت عايز تخرج، او بيقلل حته ان انت عايز تكرم حد او تجيب حد ولا بتاع. فكل اللي انا بقوله ان يا جماعه مش لازم نقعد نمشي ورا الترندات، ومش لازم كلنا نعمل نفس الحاجه، ومش لازم كلنا نروح نفس المكان عشان خاطر البلوجر الفلاني قال لنا ان ده احسن مكان مش عارف كذا. انت عمرك قالت انت ايه ده اللي انت بتاكله ده؟ انت بتاكل خرا يالا. انت عمرك ما هو انت اكلت قبل كده كنافه؟ ولا انت عمرك اكلت قبل كده مشاوي؟ ايوه يا عم اكلت قبل كده مشاوي، والله اكلت مشاوي قبل كده. فما نمشيش ورا كلام الناس اللي عماله بتستهبلنا والناس اللي بتستعبطنا ده. وعامه يا جماعه المكان اللي عامل اعلانات وعامل له اعلانات على التلفزيون، واي انفلونسر بيطلع يعمل اعلان وبتاع ويقعد يعمل لك مش عارف اصل ده الكشري الحلو والكلام ده كله، والله العظيم طعم وحش وترجيع، والله العظيم ترجيع. فبلاش نقعد نمشي ورا الهبل ده عشان خاطر نخلي رمضاننا احسن ورمضاننا اجمل ورمضاننا اسهل وابسط عشان خاطر الدنيا تعدي. طبعا انا ما اتكلمتش لا على مسلسلات ولا اعلانات ولا على اي حاجه من الحاجات دي كلها، لان دي محتاجه لها مثلا مش اكتر من حلقتين ثلاثه. لو عايزين نتكلم عن المسلسلات والحلقات والكلام ده كله هحاول اشوف الموضوع ده، لان انا بقالي بتاع 3 رمضانات ما بتفرجش على مسلسلات، يا دوبك هو على مسلسل ولا 2 وخلاص على كده الدنيا بتبقى في الحنين يعني، لان ما فيش وقت، ما فيش اي حاجه. بس يعني لو حابين يلا بينا تعالوا نجرب الموضوع ده. دي كانت تاني حلقه في رمضان. ويا جماعه الموضوع والله انا عارف ان انا الواحد بنغيب يعني، بس والله غصب عني. لو انت موجود على اليوتيوب اعمل سبسكرايب، لو انت موجود على تيك توك اعمل فولو واعمل لايك للفيديو وشيره مع حد عجبك، او لو انت عندك حاجه عايز تقولها، انت عارف ده كده كده الكومنتس ده سيف سيكشن، عايز تقول فيه اي حاجه يلا بينا تقول فيه اي حاجه. اعمل فولو على الانستجرام عشان خاطر بنسال هناك الناس وبتاع والكلام ده. وبس انا مش عايز اقول اي حاجه تاني. ممكن نعمل حلقه او حلقتين في خلال رمضان ده يعني، لو ربنا سبحانه وتعالى قدر. وباذن الله اول ما افضى كده هاخد الحلقات دي كلها صوت ان شاء الله، ونقوم حاطينها برضو على سبوتيفاي وعلى انغامي عشان خاطر الناس اللي عايزه تسمع الحلقات دي صوت. كنت معاكم انا محمود النجار، وده كان هم يضحك. وخلي بالكم من نفسكم، ورمضان كريم او رمضان مبارك عشان خاطر الناس اللي بتزعل ان احنا بنقول رمضان كريم. رمضان مبارك وكل سنه وانتم طيبين. خلي بالكم من نفسكم. السلام عليكم.